السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض هريسة الشطة. ده فلفل. أنا غسلته ونضفته وقطعته نصين كده وسبته يتصفى شوية، وبعد كده دهنت الصاج ده بالزيت عشان ما يلزقش مني الفلفل. وهرص بقى الفلفل كده وهدخله الفرن شوية، وبعد كده بقى هروح أفتح الشواية عليه عشان يبقى تقشيره، وبعد كده سهل علينا يعني. بس الفلفل حلو دلوقتي قوي ومش غالي يعني، السنة دي سبحان الله نزل رخيص عن كل سنة، يعني كان بيبقى أغلى من كده. دي راس توم قطعتها 2 من النص كده وحطيتها عشان تستوي مع الفلفل كده. بعد ما استوى بقى ودخلته تحت الشواية شوية، هيطلع بقى. بصي تقشيره سهل جدا، بس أنا مش هقدر أقشره كله دلوقتي لأنه سخن قوي، فاستنى عليه شوية كده لما يهدى من السخونية وهقشره كله. واوريهولكوا بعد ما تقشر عامل ازاي. الطريقة دي حلوة، والطريقة التانية برضو حلوة اللي بيتخزن بيها وهو لسه ما دخلش الفرن ولا كده. كده بعد ما تقشر هو والثوم هضربهم بقى في الخلاط، وكده انا هحطه في الخلاط مع الثوم ده برضو مشوي في الفرن، واحط بقى معاه ملح، وهحط معاه معلقة سكر كده مش كبيرة للحفظ بس يعني. وممكن تحطي بقى بابريكا مدخنة لو عندك، بس انا استكفيت بهو الفلفل حلو يعني. بعد كده هضربهم كويس قوي في الخلاط، واحط شويه خل برضو، واضربهم كويس قوي في الخلاط. وبعد كده بقى احطها في علب، واحط من فوقيها زيت، وادخلها بقى في التلاجة استخدم منها وقت ما احب، على صينية بطاطس بتنفع، على طبيخ لو بامية او بسلة او اي حاجة زي كده بتنفع، في سندوتشات برضو مع عجة، مع جبنة، مع بطاطس مسلوقة، حاجات كتيرة قوي قوي بتنفع معاها، بتديها طعم حلو يعني. كده بعد ما اتعملت خلاص اهي، حطيتها بقى في علبة، وده زيت عشان الحفظ. بألف هنا.